السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. قبل ما نبداو بالوصفة نتاعنا ما تنسوش انكم تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس هكذا باش يصلكم كل جديد وصفاتي، انكم تبارطاجوا الفيديو وتخلوا لي رايكم في التعليقات اذا عجبكم وصفاتي، وان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. نبداو بالوصفه نتاعنا اللي هي طاكوس البسكري المشهور بزاف في بسكرة. هذا الطاكوس هو مختلف على الطاكوس العادي اللي نعرفه، الطاكوس تاع المطاعم. هذا يجي اخف وابن من الطاكوس نتاع المطاعم. رايحين نديروه اليوم وتشوفوا الوصفه، وان شاء الله تجربوها. هنايا كما راكم تشاهدوا في الفيديو يجيكم الداخل مشمخ، ما يجيكمش ناشف. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال على اعجابكم. نبداو بالوصفه نتاعنا على بركه الله. نبداو بوصفتنا. هنايا عندي حوالي حبة بصلة أو حبتين كنت قطعتهم مكعبات صغيرة. عندي هنايا بطاطا كنت قطعتها وراح نقليها نديرها فريت. عندي هنايا طماطيش الحب حوالي حبة أو اثنين، وعندي شوية نتاع الفلفل الحار. هنايا على حساب أفراد العائلة تقدروا أنكم تضعفوا المقادير. نبداو. عندي هنايا في مقله حطيت حوالي 2 ملاعق نتاع الزيت. ضفت هنايا البصله نتاعي كما راكم تشوفوا. حطيت هنايا البصله باش تذبل لي البصله. هنايا راح نضيف عليها الملح باش يعاوني انها تذبال البصله. هنا فقط انها تذبال، ما خلوهاش انها تتكرماليزا، لا فقط انها تذبال. هنايا لازم خلوها فقط كما قلت لكم تذبال. هنا راح ندير عباره على الشكشوكه المعروفه عند الناس كامل. هنا راح نضيف الطماطيش اللي كنت قطعتها مكعبات صغيره. نضيف معها هذاك الفلفل الحار. انا هنايا استعملت الفلفل الحار، كما تقدروا انكم تستغناو عليه وديروا حبه فلفل حلو. هنا راح نخلي هذيك الطماطيش تذبل عندي مع البصل. بعد ما يذبالوا لي راح نضيف عليهم الفيونداشي. انا هنايا استعملت الفيونداشي، تقدروا انكم تستعملوا بولي اشي. هنايا الشيء يرجع لكم. انايا هنا حبيت اليوم نستعملوا بالفيونداشي، هو في الاصل يجي بالبولي اشي، مي انايا حبيت هنايا نجربوا بالفيونداشي. لكن البنه مختلفه تماما، مش كيما البولي اشي كيما الفيونداشي، كل واحد والبنه نتاعو. هنايا بعد ما طيبت هذاك اللحم ضفت هنايا حوالي ملعقه صغيره او ملعقه ونص تاع الطماطيش مصبره. ضفت شويه فلفل اسود وراح نخلط كامل هذيك المكونات. بعد ما تطيب لي هنايا كما قلت لكم في الفيديو انه ما هوش راح يجيكم مشمخ، لاني هنايا استعملت شكشوكه. راح نطيبهم ونخليهم يبردوا. شوفوا هنايا بعد ما طيبته وخليته ابرد، هنايا كنت قريت البطاطا نتاعي. وهنايا بما ان قلنا طاكوس بسكري، وش معناها؟ معناتها ان نستعملوا الفطير. هنا ماناش رايحين نستعملوا العجين. هنايا راح نستعمل الفطير، او كاينين اخرين يقولوا له الرقاق، كل واحد واش يسميه. كما راكم تشوفوا انا هنايا كان واجد عندي من قبل، كنت موجدته من قبل. هنا كي يكون عندك واجد من قبل تقدري انك في 5 دقائق ولا 10 دقائق انك تديري الوصفه نتاعك. هنايا راح نحط هنايا كما راكم تشوفوا انا استعملت هنا جبن المثلثات، تقدروا تستعملوا اي جبن حبيتوا عليه. راح نستعمل شويه نتاع الهريسه، كما انكم تقدروا تستغناو عليها، بما ان قلنا طاكوس لازم يكون فيه الهريسه. راح نفتح هذاك حبه الجبن، نفرشها كما راكم تشوفوا. راح نفتحها عفوا نفتحها كما راكم تشوفوا مع الهريسه. راح نضيف هذاك الحشو بعد ما برد. راح نضيف هذاك الحشو تاع اللحم المرحي. راح نضيفوه. شوفوا كما راكم تشوفوا هذاك اللون نتاعو والمذاق تحفه. جربوها الوصفه وان شاء الله تنال على اعجابكم. راح نحطو كما راكم تشوفوا. راح نضيف هذيك البطاطا اللي كنت قطعتها وقليتها مسبقا. هنا راح نضيف
البطاطا كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما ضفت البطاطا راح نلفو هنايا كيما نلفو حبة البوراك نتاعنا. راح نلفوه كيما راكم تشوفوا، نغلقوا عليه مليح باش هذاك الحشو ما يخرجش على برا. كيما راكم تشوفوا هنا راح نغلقوا مليح. هنا راح نكمل كامل الحبات دياولي نتاع الطاكوس، راح نكملهم كامل كيما راكم تشوفوا. ورايحين نطيبوهم هنايا، رايحين نكملوا لهم الطياب نتاعهم. هنا الطياب نتاعهم رايحين هنا شوفوا بعد ما لفيتهم وكملتهم رايحين نطيبوهم. الطياب نتاعهم كما قلت لكم راح يكون في الطاجين نتاع الحديد هنايا، ولا كما يقولوا لها طاوه. هنايا راح نطيبوا في هذا الطاجين نتاع الحديد. الطاكوس البسكري معروف انه يطيب في الطاجين نتاع الحديد، ما يطيبش في البانينوز. هنايا راح نحط الحبات دياولي كيما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو. راح نحط الحبات هنايا بعد ما يطيبوا من جهة راح نقلبهم من الجهة الثانية. لازم نحمرهم كل الجهات لازم يتحمروا مليح كيما راكم تشوفوا في الفيديو عندكم. هنايا بعد ما حمرتهم قلبتهم في الجهة الثانية وراح نقلبهم على الأربع جهات باش يتحمروا لي مليح. شوفوا هنايا بعد ما يتحمروا لي راح يجيكم من الفوق مقرمش، يجيكم مقرمش من الفوق ويجيكم شمخ من الداخل. بنا جربوا البنات ماكمش رايحين تندموا. شوفوا هنايا راح يجيكم مقرمش كيما راكم تشوفوا، روعه بنه عظيمه. هنايا ان شاء الله تجربوا. هنا راح نقسم لكم حبه تشوفوه من الداخل كيفاش جاني. شوفوا هنايا بعد ما قسمت لكم الحبه شوفوا كيفاش جاني من الداخل. راح يجيكم مشمخ لاني استعملت الشكشوكه ماهوش راح يجي ناشف. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنال على اعجابكم، وخلوا لي رايكم في التعليقات بعد ما تجربوها. وما تنسوش انكم تبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وفرصه جديده ان شاء الله ووصفه جديده. والى الملتقى والى اللقاء.